السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. بعد نهائي كأس العالم الكبير وفوز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح وتتويجه رسميا بالبطولة، لكن المباراة لم تنتهي على خير وتشكلت عداوة بين ميسي ومبابي، وهذا بسبب ما فعله حارس الأرجنتين، حيث أنه عند الاحتفال رفع دمية عليها وجه مبابي وهو يبكي، وهذا للسخرية من النجم الفرنسي. وعند عودة هذا الأخير إلى النادي الباريسي طلب رسميا من مسؤولي الفريق أن يختاروا بينه وبين ليونيل ميسي، لأنه كما شاهدتم في الصورة ليونيل ميسي كان بجانب حارس الأرجنتين ولم يفعل شيء حيال الأمر. وقد قالت صحف عالمية أن ليونيل ميسي لم يلاحظ ما فعله زميله في المنتخب وأنه لم يشاهد الدمية. فماذا ستفعل الإدارة الباريسية لحل هذا النزاع؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.